شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وسلاما وصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هدى للناس. هذه هي ليلة 28 من رمضان. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الختام. قد عشنا معكم ليالي طيبة نتحدث فيها عن كتاب ربنا تبارك وتعالى، كانت من أجمل الحلقات، وها نحن في خواتيم هذه الحلقة. نسأل الله تعالى تكرارا ومرارا أن يختم لنا وإياكم بخير. نسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ويختم لنا بخير. عنوان حلقتنا اليوم هو الشكر. الشكر لله تبارك وتعالى بمفهومه العام ومفهومه الخاص. أعني بمفهومه العام شكر الله تبارك وتعالى على جميع نعمه، وشكره سبحانه وتعالى على فريضة عبادة الصيام والإعانة على ذلك والتوفيق لليلة القدر. لا أريد أن أستأثر حقيقة بالحديث عن الشيخين الجليلين، نريد أن نغوص في معاني الشكر فيما يتعلق بالصيام. لماذا قال ربنا تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ثم قال ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والأسئلة في معنى الشكر كثيرة. ما المراد منا؟ كيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ كل ذلك نطرحه على الشيخين الجليلين، الشيخ حسن سلمان، الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، والشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي تاج الراس. باسمكم جميعا أرحب بالشيخين الجليلين، والترحيب موصول لكم مشاهدي الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. فإلى حلقتنا. الشيخ حسن، الشكر لغة واصطلاحا، ثم ما المراد منه وما الرابط بينه وبين الصيام في هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر في الدلالات اللغوية هو العرفان أو معرفة الإحسان والاعتراف لصاحب الإحسان وصاحب الفضل بفضله. يعني الإنسان يتعرف على أن هنالك نعم وهنالك أفضال وهنالك يعني ميز على كل امتن بها طرف من الأطراف عليك، فأنت تعترف لصاحب الفضل بهذا الفضل. ويقابل طبعا الشكر يقابله الكفر اللي هو النكران والستر، والشكر فيه نوع من الإظهار وفيه نوع من النشر. فصاحب الشكر هو معترف وفي نفس الوقت يعني
يقابل هذه النعم التي امتن الله بها عليه، يقابلها بنشرها وليس بإخفائها. الكافر لا يقابل ذلك بالاعتراف والنشر، ولكن يقابله بالستر، لأن كلمة الكفر هي تعني التغطية، فهو يغطي يحاول أن يغطي نعم الله، لكن الشاكر يظهر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فمسألة الشكر تقريبا هي هذه، تلتقي عملية الشكر أو معنى الشكر ومفهوم الشكر يلتقي في العموم والخصوص بمفهوم الحمد، والذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالحمد يعني يتداخل مع الشكر في شيء ويفارقه في أشياء أخرى. الشكر يختص بالنعم، والحمد لا يختص بالنعم. الحمد أوسع من حيث دلالاته، فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى على أي حال، بينما تشكره على نعمائه، فيتداخل على كل الحمد مع الشكر في هذا الباب. علاقة الشكر بالصيام، إذا اعتبرنا بأن الصيام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والتيسير في الدين نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله نعمة من النعم، والقرآن الكريم نعمة من النعم، فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كل هذه القضايا كلها في قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنحن ندرك أن القرآن نعمة، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك عندما اكتملت آيات القرآن. يا سلام. آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعمة القرآن نعمة عظيمة جدا. أيضا عندك نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأنت أمام نعمة الرسالة ونعمة الرسول، نعمة نزول القرآن ونعمة بلاغ القرآن، ثم تضمن هذا القرآن لكل الهدايات التي يحتاجها هذا الإنسان. هذه نعمة لا تدانيها نعمة. ثم أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شهد شهر رمضان عليه بالصيام، فذكر موضوع الصيام، ثم أيضا أزال الالتباس الذي يمكن أن يعلق بموضوع الصيام، وهو قضية المشقة، وأن الله يريد العنة بعباده، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبين الله سبحانه وتعالى بأنه يعني يوالي علينا نعمه وتتتابع علينا هذه النعم. طبعا قبلها عندنا نعمة الإيجاد ونعمة الخلق ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد. هذه كل النعم هذه أكملها الله سبحانه وتعالى بنعمة الهداية، بإنزال هذا القرآن الكريم. فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك: والله خلقتك، يعني من حيث الإيجاد، وأمددتك من حيث الاستمرار، وأعددتك من حيث التأهيل لرسالتي واستقبال هذه الرسالة، وأعطيتك السمع والبصر والفؤاد، كلها أدوات لعملية الإعداد التي يريدها الله سبحانه لهذا الإنسان. ثم بعد ذلك يقول لك: والله أنزلت إليك الرسالة التي تستطيع أن تكون بها حيا في هذه الحياة. ألا يستحق كل ذلك منك يا ابن آدم شكري على هذه النعم؟ فختم الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا سلام يا سلام يا سلام شيخ حسن، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شيخ محمد بن عبد الله، الشيخ طبعا ربط الشكر بنعمة الصيام وأفاد وأجاد فيها جزاه الله خيرا، وألمح إلماحا على نعمة إنزال القرآن. فنريد منكم تعليقكم في أن الشكر هل يشمل أيضا على نعمة إنزال القرآن، أم هو الشكر فقط مخصوص بنعمة فريضة الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة ولا حصر لها. هنا في آيات الصيام ابتداء من النداء الرباني
لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ابتداء من هذه الآية إلى أن وصلنا إلى الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه الشكر. لا شك أن كل الذي مضى هو المقصود بالشكر هنا. طبعا أنا أقصد ما ذكر مباشرة، ولكن ستلاحظ أن هناك بعض الأمور يعني تتضمن أمور أخرى تدخل ضمنا في شكر الله جل وعلا على هذه النعم. أريد أن ألمح إلماحة يعني خاطفة. قد يتساءل بعض الناس لماذا لم يذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية الحمد وإنما ذكر الشكر؟ علماء اللغة يقولون أن الحمد أشمل، جميل. يكون للنعم ولغير النعم. جميل. جميل. فبالتالي هنا الشكر خاص بالنعم فقط. ولذلك إذا لاحظت الآن من هذه الآية صعودا ستلاحظ كل الذي ورد كله عبارة عن نعم على هذه الأمة الله تترى الله إلى يوم أكبر. القيامة. بالرغم أننا نصوم وبالرغم أننا نقرأ القرآن هو نعمة. لا، وفي أعظم من هذه النعمة. سبحان الله. هنا هذه النعم يعني ربما أهل المعرفة ربما يغوصون فيها أكثر منا بكثير. يعني إذا دخلنا في ثنايا هذه الأوامر الربانية هي تحتوي على أمور ومنن. لو الأمة تلاحظ هذه المنن بحق يعني ستصوم هذا الشهر وتعمل فيه بأوامر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي وكما يجب. فبالتالي الصيام أعظم يعني يعتبر من أعظم النعم. سبحان الله. يعني إذا نظرنا للصيام يعني هو عبارة عن يعني الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات. هذه بحد ذاتها هي عبارة عن نعم في صحتنا، ونعم في أخلاقنا، ونعم في تهذيبنا، ونعم في تزكيتنا. نعم يعني ستدرك فيها أشياء يعني أحيانا قد لا يعرفها إلا أولو المعرفة. فبالتالي كل الذي ورد في الآيات هو النعمة. طبعا أعظم نعمة فيما ورد نعمة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي يعتبر هو معجزة هذه الأمة، المعجزة الخالدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ربطها لأن هذا القرآن نزل في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان، فبالتالي ذكر هذا القرآن إلماحة أن القرآن أضفى على هذا الشهر عظمة وأضفى عليه ميزة، ثم أنه بحد ذاته هو القرآن الكريم هو يعتبر أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة. فبالتالي لا شك أن الشكر شامل لجميع الأمور التي ذكرها الله عز وجل. حتى الصيام الذي ذكره الله جل وعلا وهو بحد ذاته نعمة، وما صاحبه من التيسير الذي ذكرناه في حلقات سابقة، التيسير والسماحة التي يعني يحتويها هذا الأمر، لا شك أن هذه تحتاج إلى شكر. إذا هذه الأمور التي بحق تحتاج أن نشكر الله عز وجل. الله جل وعلا لم يأطرنا على أننا نصوم سواء كنا مرضى أو كنا مسافرين أو كان علينا مشقة، لم يأطرنا على ذلك، بل خفف الله عز وجل عنا. يعني قال لنا أنا أعطيكم الصيام كمنحة، ثم إذا شق عليكم في بعض الأوقات لمرض أو لسفر فأنتم في حل من الصيام ثم تعوضونه في أيام أخرى. وهل هناك أعظم من هذا؟ هذا فضل عظيم من الله جل وعلا. لا شك أننا إذا استصحبنا هذه الأمور في آخر وفي خاتمة الصيام لا شك أننا سنكبر الله جل وعلا بحق، وتجلجل أصواتنا في الطرقات بالتكبير نتيجة لما مضى من هذه المنن وهذه المنح التي منحنا الله عز وجل شكرا إياها. لله تعالى عليها. جزاكم الله خير، بيان طيب وجميل جدا جدا. شيخ حسن، نجد اقتران الصبر والشكر في كثير من الآيات. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال سبحانه:
في آية أخرى ذلك أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وغيرها من الآيات أيضا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال سبحانه إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تعليقكم شيخ حسن. أولا أضيف بس جزئية بسيطة سبحان الله في قضية النعم وأعظمها القرآن الكريم. مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول حاجة الناس إلى النبوات أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبلا شك نحن حاجتنا إلى الوحي، حاجتنا إلى الحياة الحقيقية، لأنه يقول من حرم الطعام والشراب قد يموت جسده ويفنى ولكن قد تكون عاقبته جيدة، وأما من مات قلبه وشقى الشقاء الأبدي فهنا يأتي الخسران. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط لنا سبحان الله بين حياة الروح وما بين التخفيف من حالة الجسد، لأن الجسد كلما أضخم بالأكل والشراب تضعف الروح، لكن عندما يكون الروح مرتقية ومتصلة بما يحييها وهو القرآن الكريم فإنها ترتقي إلى عالم السماوات وتقترب من حالة آدم قبل المعصية. يا سلام. تقترب من حالة آدم قبل المعصية عندما قال الله له وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم. فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله وأنت صائم في اللحظة بتاعت الصيام ترتقي روحيا، ولن يأتي الارتقاء الروحي إلا إذا خففت من عوامل عوامل المادة وعوامل الجسد. بالنسبة لمسألة الصبر والشكر واقترانهما ببعضهما نلاحظ هذا يمكن يتضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله خير. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يا سلام. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا سلام. وكل ما يبتلى به المؤمن في نهاية المطاف إما أنها تقتضي الصبر وإما تقتضي الشكر. سبحان الله. يعني إما أنها منح ونعم وآلاء من الله سبحانه وتعالى تقتضي منك أن تكون شاكرا، وإما أنها ابتلاء ومصائب وأشياء تقتضي منك الصبر. فسبحان الله من جمع وتقلب بين نعمة الصبر وما بين عبادة الشكر في النعم وعبادة الصبر في البلاء فإنه قد اكتملت عبوديته. ولذلك الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يقول إن في ذلك لآيات، لاحظ يعني في ذلك علامة، في ذلك دليل، في ذلك يعني معلم واضح لمن استطاع أن يستكمل العبادة في هذا. ولذلك يعني ستجد سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل عبده يتقلب بين الأمرين، لا يجعلك على وتيرة واحدة. يعني لا يمكن أن يجعلك من بداية حياتك إلى نهايتها كل ما شاء الله شاكر، ولا أيضا كل حياتك يجعلك صابر، لا. تجد سبحان الله فترة النعم واسعة ثم يأتيك عسر، فهذا العسر سبحان الله يجعلك تعيش. مررت به قبل قليل. نعم. يجعلك تعيش إنه سبحان الله النعمة التي كنت فيها معقول يعني أفقد معناها تماما ولا أجد لها المذاق، بس الابتلاء من الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لك والله الأصل أن والله أنت تترى عليك النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيقول لك أنا معك في أنه لا أغير عليك النعم، فأن الأصل أن أمدك، الأصل أن أكرمك، الأصل أن أنعم عليك. لكن أحيانا أنت بحاجة إلى أن تتذكر، بحاجة إلى نوع من الصبر حتى تكتمل فيك كمال العبودية، تكتمل فيك. وكمال العبودية سبحان الله من أدى الصبر على حقيقته، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصائب، هذه الثلاثة إذا اكتمل فيها واكتمل في الطرف الآخر في الشكر في نعم الله تبارك وتعالى لسانا
وحالا وقولا وفعلا، فإنه سيكون بإذن الله صبار شكور. رائع جدا، جزاك الله خير الشيخ حسن. الشيخ محمد بن عبد الله. يقولون أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. نعم سبحان الله. يا سلام، بهذا المعنى. نعم يقولون نصف صبر ونصف شكر. سبحان الله. ولذلك لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة والاستقامة وأدى ما عليه، تقول له عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. نعم بعد الصبر نعم أصبح عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم، قال شاكرا لأنعمه. سيأتينا الآن. نعم. أحسنتم شيخ محمد. أساليب القرآن في الحث على الشكر. جاء في القرآن أسلوب الأمر كقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. سبحان الله. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني الأمر بالشكر بصيغة الجمع: واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت شيخ حسن. تعليقكم شيخ محمد على هذين الصيغتين، ثم سننتقل إلى صيغتين أخريتين للشيخ حسن. الله جل جلاله يعني إذا نظرت في واقع أوامره سبحانه وتعالى في العبادات كلها، الله جل وعلا يأمرنا بما هو خير لنا وفي صالحنا. نعم. يعني ربما بعض الناس لما يعني ينظر إلى أوامر الله سبحانه وتعالى ينظر إليها أنها أمر من أتى من فوق لابد من تنفيذه رغما عن أنفه. لكن إذا نظرنا إلى الواقع الصحيح أن كل هذه الأوامر من الله جل وعلا في جميع المجالات ستجدها أنها هي خير لهذا العبد الذي ينبغي أن يكون على هذه الحيثية. ولو أن الله جل وعلا ترك العبد بدون أن يأمره بمثل هذه الأوامر ربما لن يستطيع أن يؤدي هذا الأمر، فبالتالي ربما يحاسب عليه. لكن الله جل وعلا أمر بالشكر، أن يشكر لي، وسواء بصيغة الجمع أو بصيغة المفرد. كل هذه الأوامر دلالة على أن الله جل وعلا يريد من هذا العبد أن يتذكر النعم التي أنعم بها عليه وأن يشكره عليها حتى يثيبه عليها. جميل. والشكر بهذا المعنى أنه واجب. لا شك واجب، لا شك. لا بد للعبد أن يشكر ربه، وإلا فإنه يكون آثما. الشكر حتى يعني أنا في نظري حتى لو لم يوجبه الله جل وعلا ينبغي أن نتخذه منهاجا لنا، لأن نعم الله جل وعلا يعني تتوالى علينا في كل ثانية، فبالتالي شكر الله عز وجل هذا يعني يعتبر من الأمور البديهية. الذين لا يعني الفلاسفة ينظرون إليها بأنه هذا يقول لك التزام أخلاقي. أي سبحان الله. يقول لك حتى لو لم تكن هنالك أوامر دينية صحيح. فإن الالتزام الأخلاقي يوجب أن من أحسن إليك تشكره. سبحان الله. فما بالك الله سبحانه وتعالى صاحب النعم كلها، سبحان صاحب النعم كلها، وأنت تتنعم يعني في تتقلب في نعم الله، فكيف لا تكون له شاكرا؟ سبحان الله. الأسلوب الثاني شيخ حسن أسلوب الترغيب. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ستعلق ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بالشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم. عدنا والعود أحمد. كنا مع الشيخ حسن سلمان في صيغ الشكر أو أساليب القرآن الكريم في الشكر، فذكرها الشيخ محمد بن عبد الله صيغتان أو أسلوبان، والآن ننتقل إلى الأسلوب الثالث والرابع، وتعليقكم شيخ حسن. موضوع طبعا التنويع، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عليم بنفوس الناس وأحوالهم وما يصلحهم وما يحركهم وما يشوقهم وما يرقبهم، وبالتالي يستخدم معهم كل الطرق التي تحرك هذه النفوس. فمن الناس سبحان الله من يتلقى الأمر المباشر، اشكر الله فيشكر. من الناس يحتاج صيغة أخرى اللي هي صيغة الترغيب. نعم. من الناس من يحتاج إلى صيغة الثناء، أسلوب المدح. نعم. أسلوب المدح والثناء. شاكرا لأنعمه إبراهيم كان أمة، قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. فهنا فيها مدح. فلما الله سبحانه وتعالى يمتدح شخص بأنه كان شاكر، يدل على أنه كأنما يقول لك والله كن مثله. عندما يعني يستخدم مثلا صيغة الاستفهام، فهل أنتم شاكرون؟ نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم، نعم، لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ صيغة الاستفهام هذه سبحان الله أيضا صيغة تشويقية، فتارة يستخدم المدح والثناء، وتارة يستخدم الاستفهام الذي فيه التشويق، وتارة ثالثة يستخدم معك الترغيب المباشر. كلها صيغ المقصود منها أن يؤكد القرآن الكريم على هذا المقصد العظيم، وهو مقصد
الشكر، وهو من المقاصد الكبيرة جدا في القرآن الكريم، ومن الغايات يمكن ال16 أو ال18 التي ترد فيها عبارة لعلكم تعقلون، لعلكم تشكرون، لعلكم كذا تؤمنون تسلمون. فهذه سبحان الله يمكن وردت بهذا الشكل أكثر من 16 مرة. فمن المقاصد الكبيرة يعني التي يعني تسعى إليها الشريعة أن يكون العبد شاكرا. هنا من الأشياء المهم برضو نحن نلفت إليها الأنظار أنك تلاحظ الغايات هذه تتماسك، تمسك واحدة بتلابيب الأخرى. فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل العبادات الشعائرية تدلنا على التقوى أو تذهب بنا نحو التقوى، فيقول مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين لعلكم تتقون. فكل عباداتنا الآن الصوم مثلا لعلكم تتقون. ثم التقوى نفسها يجعلها الله سبحانه وتعالى يعني معبر إلى الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون، واتقوا الله لعلكم تشكرون. فهي مراتب، فالعابدون يرتقي منهم ناس إلى مقام التقوى، والأتقياء يرتقي منهم بعض الناس إلى مقام أهل الشكر، وهكذا. الشكر الاستعمال القرآني ورد 75 مرة، 4 مرات بفعل الماضي، 35 مرة بفعل المضارع، 7 مرات بفعل الأمر، المصدر 3 مرات، اسم الفاعل 14 مرة، صيغة المبالغة شكور 10 مرات، اسم المفعول مرتين. هذه فقط يعني من باب الفائدة. نعم 75 مرة. نعم. شيخ حسن، للشكر أنواع، نريد أن نبدأ معك النوع الأول ونترك النوعين للشيخ محمد بن عبد الله. حياك الله. الشكر أنواع، لو يعني أردنا أن نتناول بالابتداء هو شكر القلب وشكر الاعتراف. يا سلام. شكر الإقرار. يا سلام. يعني الإنسان لا يستطيع أن ينتقل إلى بقية الأنواع إذا لم يكن هنالك القلب عامر بمعرفة نعم الله سبحانه والإقرار بها. طبعا لما نقول الاعتراف، الجاهل لا يعترف، الذي يعترف هو هو العالم. كذلك الجاحد لا يعترف، الذي يعترف هو المؤمن. فبالتالي سبحان الله عندما نقول بأن الإنسان أول نوع من الأنواع يتحلى بها في موضوع الشكر أن يكون عارفا بنعم الله، ليس محصيا لها. مستحيل أن نحصي نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكننا قد نعرف مثلا الآن نعمة العين، لو أردنا سبحان الله تفاصيل هذه النعمة وارتباطاتها وطريقة عملها لا يمكن أن نصل إلى نهاية. أهم شيء أن نعرف وما بيكون من نعمة فمن الله. هذه القاعدة الكبرى. نعم. يعني هذا يبدو لي الحد الأدنى الذي يتحلى به العامي بعيدا عن تفاصيل. يقول لك والله ما من نعمة ظاهرة أو باطنة أعلم بها أو لا أعلم بها، أعلم تفاصيلها أو لا أعلم تفاصيلها، فإنها من الله سبحانه. هذا النوع اللي نحن نسميه شنو؟ الإقرار والاعتراف. يا سلام. فنحن نعترف لله بأنه المنعم، ونعترف بأنه كل نعمة في أجسادنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي حركتنا وفي هدايتنا كلها منسوبة إلى من؟ منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أول نوع من أنواع من لم يكن شاكرا بقلبه وترسخ الشكر في القلب لن يؤدي بطبيعة الحال باقي الأنواع إلى حقيقة الشكر التي يريدها الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد، النوع الثاني والثالث. نعم، إذا كنا نستشعر في قلوبنا ونعترف أن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ما يكمن في القلب لا بد أن يظهر في العلن، وذلك أن ينعكس على هذا اللسان بأن يلهج بشكر الله عز وجل بجميع أنواع الشكر، يشكر الله جل وعلا ويثني عليه الخير أن منحه هذه النعم وأغدق عليه، وأن نعمه تترى عليه صبحا ومساء سرا وجهارا. ثم بعد ذلك لا يكفي أن يلهج اللسان بشكر الله جل وعلا، بل لا بد أن يصاحبه العمل بالجوارح. الجوارح تكون وفق هذه النعم التي أنعم بها الله عز وجل على هذا العبد. والمقصود بذلك أن المنعم أعطاك ومنحك، فلا يمكن أن تستخدم ما أنعم به عليك في محاربته سبحانه وتعالى، بل أنك لن تستخدمه إلا في شكره وحمده والثناء عليه بهذه النعم التي
يعني منحك إياها. فلذلك قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يا سلام، يدي ولساني والضمير المحجبة. يا سلام. نعم، ولا يمكن أن يسمى الإنسان شاكرا حتى تكتمل هذه الأركان الثلاثة. فلا يعني كثير من الناس الآن تجدهم شكرهم، يعني معظم الشكر الموجود الآن بين الناس هو شكر اللسان. الله أعلم بما في الضمائر وفي القلوب، ولكن الأكثر هو ما ينقدح أو ما يأتي على اللسان. أما في عملية الجوارح فسترى أن الناس يستخدمون نعم الله جل وعلا في محاربة الله جل وعلا. ولذلك إذا رأيت أي مسلم يستخدم أي أداة وأي نعمة بين يديه، اعلم أنه يحارب بها الله جل وعلا بدلا من أن يشكره عليها. نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي الأركان الثلاثة تكتمل بأن يعترف المؤمن بقلبه ويستشعر هذه النعمة أنها من الله جل وعلا وحده لا شريك له، ثم يلهج لسانه بذلك، ثم يعمل بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يسخرها فيما يعود عليه بالنفع سواء في الدنيا أو في الآخرة، وغير ذلك لا يمكن أن يسمى شاكر. الله المستعان. كلام كبير جدا، خاصة أن يعني ما علقت به من أن النعمة يا أن تستخدم في شكر الله يا أن تستخدم في معصية الله. فمثلا العباقرة عقولهم هي نعمة من الله لا شك. يعني تجد أن هناك أمور فعلا تستغرب منها من قوة حفظهم ومن قوة فهمهم ومن قوة إدراكهم، ولكن مع الأسف يستخدمون هذه العبقرية في الصد عن سبيل الله. تجد أيضا مثلا الرجل ذا البنية العالية الجسدية، يعني تسخر الجهاد التي يفترض أن تسخر للجهاد في سبيل الله، يفترض تسخر للجهاد في سبيل الله، فيسخرها لظلم العباد أو ضرب أولياء الله عز وجل في السجون أو التنكيل بهم. فهذه النعمة ما أدى بها حقها، وهكذا الله. بس شيخنا في تنبيه بسيط، يعني سبحان الله، ويمكن أن صادفت اليوم يعني أخ يعني دائما تجده شاكي، هو تبارك الله بنيته قوية صحيا ما شاء الله، يذهب ويتحرك ما في إشكال، وهذه مصيبة. لكن تجد دائما كيف حالك؟ يقول لي الحمد لله في أسوأ ما أكون. أعوذ بالله. والله أنا يعني جسمي كله تحصل فيه قشعريرة. وأنا أقول له سبحان الله، مرة قلت له هل تعلم ما أنت فيه يتبناه الناس في المستشفيات؟ يعني هذه الحركة، أنت قائم وجالس وتتحرك وما شاء الله أنعم الله عليك بصحة وعافية وساكن في بيت وعندك أبناء، قلت تعرف أي تعلم هذه بعض الناس يتبنى 10% منها طبعا. فسبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيخ برهان يعني قال لا تنظروا إلى من هو فوق. هذه واحدة كفر النعم من وين يجي؟ نعم. صاحب النعمة يعني هو تجد عنده نعمة العافية لكن ما عنده نعمة المال، فهو ينظر إلى صاحب المال، بينما صاحب المال تجد مسحوبة منه الصحة. فيقول لك والله ليت أموالي كلها الله بس يعني واحد كان رئيس شركة ثم سبحان الله ابتلي بمرض في المعدة فقصة والله يحكي لنا واحد يقول سبحان الله يجمع كل عماله في الشركة ويعمل لهم وليمة، يقول فقط ليستمتع بالرؤية. لاحظ هذا الآن لو قلت له أرأيت لو كل أموال الشركة هذه نرد عليك وضعك الطبيعي، يقول لك نعم يبيع الشركة، أبيع الشركة. فهذه سبحان الله الشدار أقوله ليتنا كل واحد يدقق في نعمه الخاصة. دقق فينا إيش النعمة اللي أعطاك إياها. هنالك مريض وأنت معافى، في العافية نفس العافية ما درجات، صحيح مش كده؟ العافية نفسها درجات. في واحد يوميا في المستشفى وأنت بتمرض في الشهر مرة مثلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عوفي أي نعم فليحمد الله. واحد آخر من عوفي نعم فليحمد الله. الله أكبر. ولذلك النبي لما قال لا تنظروا إلى من ولكن انظروا إلى من هو في النعم، حكمة نبوية عالية. أيوه. نعم. شوف اللي تحت، إذا أنت كنت ساكن في بيت إيجار في واحد مسكين ما لاقي بيت الإيجار، إذا كنت أنت في تعب كفار. أي والله يقال أن هارون الرشيد أمير المؤمنين نعم
سأله أحد جلسائه قال له: يا أمير المؤمنين، لو أنك في صحراء وانقطعت بك السبل واحتجت إلى كأس ماء بكم تشتريه؟ قال له: أشتريه بنصف ملكي. ثم قال له: إذا شربت هذا الماء ولم تستطع إخراجه حبسه الله عليك. وحبسه الله بكم؟ قال: بالنصف الآخر. قال: هنا الملحظ. أكمل. قال: هذه الدنيا لا تسوى شربة أيوة. الماء. الملحظ هنا الذي أريد أن أصل إليه نعم. أننا نحن عندنا نعم يعني نتقلب فيها يوميا بل في كل ثانية، ولكن المشكلة التي نعانيها هناك مشكلة يسمونها إلف النعمة. نعم، ألف النعمة. حينما نألف النعمة خلاص يعني ما أشعرنا هذه نعمة. صحيح. نعم. ولذلك لا أحدثوا لها إيش؟ شكرا. ولذلك لما سألوا هذا الرجل يقول الحمد لله في أسوأ حال، لأنه ما هو مدرك أنه عنده جمع، ليست نعمة العافية فقط، هو عنده جمع من النعم وما ملتفت إليها لكنه ألفها. نعم. فالإلف هذا يؤدي إلى كفر النعمة، إلى عدم الشكر. شايف؟ ولو أنه أصيب في يعني مثلا هذا المعافى لو أصيب في جسده يوما سيدرك أن هذه كانت نعمة عظيمة. ولذلك يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. صدقوا. أي نعم. فلذلك أعظم، أنا في اعتقادي أعظم مصيبة يعني ابتلينا بها أننا ألفنا هذه النعم. والله لو تنظر في أجسادنا فقط ستجد أن النعم لا نستطيع أن نحصيها، لا يمكن. هي نحن نتقلب فيها بشكل عجيب وغريب ولكننا ألفناها، فبالتالي قل الشكر وقل الحمد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لا إله إلا الله. يا والله لو سلبنا نعمة الصحة حقيقة نقع في يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه قضية أيضا مهمة شيخ حسن، مفترض تعلقون عليها، قضية إعانة العبد على الذكر والشكر. ما يستطيع، وهذا هو المشكلة. لذلك كان أحد العارفين يا شيخنا يقول: ماذا أفعل يا رب؟ كلما شكرتك وجدت نفسي أن الشكر الذي أن النعمة التي أنعمت بها علي فشكرتك عليها هي نفسها تحتاج إلى شكر. يا سلام. يعني لاحظ أن تكرم الشكر أو يلهمك الله الشكر ونفسه نعمة. يا سلام. تستحق أيضا إيه منك شكر، مزيد من الشكر. فنحن فعلا وهذه الأمور سبحان الله تحتاج إلى الإعانة من الله والتوفيق والإلهام، فليست بقوتنا ولا بذكائنا لا، هو يطلبها الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء الذي ذكرت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني من الغافلين. فالإنسان الغفلة هي التي تجعله يستبسط النعم. الله يجزيك خير شيخ حسن. حتى الشيخ محمد عبد الله لو تعلق لنا على لئن شكرتم لأزيدنكم وسنجزي الشاكرين، قضية أن بالشكر تزيد النعم، هذه أيضا كثير من الناس في غفلة عنها. هي معادلة وضعها الله جل وعلا. يا سلام. إذا أنت تشكر الله جل وعلا على نعمه فإن الله عز وجل قد وعدك بالمزيد، ولا تتخيل المزيد هذا، ولكن يعني ينبغي أن يكون الشكر بالمعنى الصحيح. فإذا كان الشكر بالمعنى الصحيح ستجد أن الزيادة يعني يعجز الإنسان بالفعل عن أن يشكر الله عز وجل عليها. وبالمعادلة أيضا من كفر نعم الله جل وعلا آذن بإزالتها سبحانه وتعالى. نعم لا شك. إذا كان الإنسان وهو ضعيف هكذا ممارساته، فما بالك بالله جل وعلا وهو صاحب النعم مطلقا. فبالتالي المعادلة لئن شكرتم وإذ تأذن، شوف حتى العبارات، وإذ تأذن ربكم كأنما إعلان عالمي. يا أخي إعلان. والله القلب يهتز. الإذن والآذان
أنا أعلن لكم. سبحان الله، عجيب. أعلن لكم. لا إله إلا الله. تأذن ربه. نعم، شوف العبارة يعني لئن شكرتم لأزيدنكم. حتى المؤكدات، شوف اللام ولئن كفرتم إن عذابي. تأكيد في تأكيد، كله تأكيد، مؤكدات، كله عبارة عن تأكيد. أرسل لي شيخ محمد بن عبد الله نعم مقطع لتركي نجا من الزلزال، سحبه كلب من تحت الأنقاض. لا إله إلا الله. سحبه كلب، سبحان كلب دخل وسحبه من تحت الأنقاض. سبحان الله. هذا الرجل يحكي عن نفسه يقول: أنا ممن أنعم الله علي ببيت وسيارة فارهة ودخل مادي كثير، ولم أكن أشكر الله عز وجل، ولم أكن أصلي أبدا. وكانت زوجتي تقول لي: يا أخي لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ وأنا معرض عن الصلاة تماما. اليوم في خلال 45 ثانية فقدت كل شيء. يقول: فقدت كل شيء. هنا يتجلى معنى قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا شك أن هذا الرجل تاب وعاد إلى الله، واعترافه هذا الآن: لم أكن أصلي، لم أكن أشكر الله، لم أكن كذا، لم أكن كذا، دليل على أنه فهم الرسالة. نعم، فهم الرسالة، فكانت المصيبة نعمة له. فكانت المصيبة نعمة له، لأن الذي سحب منه هذه النعم في 45 ثانية قادر أن يعطيه إياها ويعيده إليه في ثانية واحدة أيضا. بل إن الله جل وعلا قد امتن عليه بنعمة عظيمة، والله لو يشكر الله عز وجل عليها مدى الدهر ما وفى الله حقه، وهي أن الله عز وجل أبقى على روحه. نعم، نجا. كان بالإمكان أن يموت، ولكن الله عز وجل أرسل له كلبا حتى يخرجه من بين الأنقاض. هذه فرصة الآن أعطاها الله عز وجل، هذه مهلة أعطاه الله عز وجل إياها. فإذا عاد سيزيده الله جل وعلا كما قلتم، قادر أن يعيد له وزيادة. ولكن إذا كفر المرة القادمة ربما تكون هي القاضية والعياذ بالله. يا الله يا الله الله المستعان. مسألة الشكر إذن خطيرة. على كل حال هذا النداء الرباني: وإذ تأذن ربكم، هذا يعني يشعر بجلالة الله ومهابة الله جل وعلا، بأن هذا مطلب جوهري في حياتك أيها الإنسان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، شوف حتى المؤكدات، اللام، وهناك لأزيدنكم، اللام والنون المشددة، كل هذا للتأكيد أن هذا الأمر في غاية الأهمية. لئن شكرتم لأزيدنكم. مجيء إبراهيم عليه السلام شيخ حسن نعم بعد شكر الشيخ محمد بن عبد الله إلى ابنه إسماعيل ولم يجده، وجد امرأته، والحديث في صحيح البخاري. نعم. وقال لها: كيف أنتم؟ قالت: بشر حال. زوجة إسماعيل عليه السلام، زوجة نبي. أي نعم. والله أمر مفزع. زوجة نبي. سبحان الله. كيف أنتم؟ قالت: بشر حال. يا لطيف يا لطيف. قال: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب ولا للصيد أو شيء من هذا القبيل. قال لها: أبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. ما لما جاء إسماعيل فقال لها: هل جاءنا أحد؟ قالت: جاءنا شيخ كبير، وقال: غير عتبة بابك. فقال لها: هذا أبي وأمرني أن أطلقك فطلق. تعليقكم شيخ حسن. حياك الله. خصوصا رسالة للنساء اللاتي لا يحمدن الله ويزعجن أزواجهن: أنت ما جبت لنا كذا، أنت ما رأينا منك خيرا قط، وأنت أصلا كذا، وأنت أصلا كذا. مشكلة كبيرة يا شيخ حسن. نعم أحسنت. والله شوف يا شيخنا، طبعا الإنسان سبحان الله إذا لم يرزقه الله امرأة شاكرة صابرة فسيتؤدي به إلى الكفر، تحمله على الكفر، صحيح. تحمله على اللصوصية، تحمله على الحرام. هي مزعجة ومرهقة، وهذه لا تليق بطبيعة الحال. هذا النوع من النساء لا يليق بالأنبياء. يعني هذه المرأة لا تليق بإسماعيل الذي قال الله تبارك وتعالى:
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا إسماعيل يعني رسول ونبي ما تنفع معه. ما أبدا. يعني لو كانت على 1.5 ممكن، يعني هي أما هذه الحد الأدنى ما عندها. ومصيبة هذه أنها تشكو ليس لزوجها، إنما تشكو للغرباء. هي تحدث الجيران وتحدث من يزورها وتحدث الضيوف. وإبراهيم معروف بكرمه، إبراهيم الذي مجرد أن جاء الملائكة ما سألهم أصلا، هم ملائكة ولا ذبح لهم. فإبراهيم يعطي كما يقولون من العدم، ما من النوع اللي. فإذا كانت هي بهذا الشكل تشكو زوجها للغرباء، هذه لا تليق بالصالحين. وفي نفس الوقت مزعجة ومرهقة. ومسألة إرهاق الصالحين أحيانا سبحان الله القدر الكوني يقتضي أحيانا إزالة المرهق، كما يعني في قصة الغلام. معناه أنها ما شكرت الله، ما شكرت الله على نعمة أنها زوجة نبي أصلا. أيوة هذا كرم يا أخي. لم تستشعر هذه، لم تستشعر هذه نعمة كبيرة، أنت زوجة نبي. نعم سبحان الله. كيف يحصل منك هذا يا أختاه؟ نعم. نعم. كذلك هذا يقال أيضا إذا كانت زوجة داعية، زوجة عالم. نعم. يا أخي اتق الله، أنت يقرأ في بيتك القرآن ليلا ونهارا، كيف تزعجين زوجك بهذا؟ نعم. مش كده يا شيخ حسن؟ ولا أنا غلطان؟ لا كلامك صحيح، كلامك صحيح. مش الدعاة فقط شيخنا، حتى الرجل العام البسيط الذي يكافح ويكابد سبحان الله. يعني من الأزواج بالله يا شيخ برهان ما شاء الله يضع له حسابات ويضع إمكانات ثم يقتر على أهله، نادر هؤلاء. لكن الآن الحياة صارت بالنسبة للناس فيها صعوبات، فإذا لم يقابل هذه الصعوبات الخارجية بصمود في الداخل، بامرأة مدبرة، امرأة صابرة، امرأة شاكرة. ومرت علينا سبحان الله هذا النوع من النساء، يعني من النعم اللي الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها، أنك تجد امرأة صابرة. يعني أعظم نعمة أنه والله تجد امرأة حتى لأولادها في أيام الأعياد تقول لهم أبوكم إذا كان عنده لا يمكن أن لا يشتري لكم، لا اصبروا له. يا سلام. هذه المرأة تعين الرجل وتحمله ما شاء الله وتربي الأبناء، لأن الأبناء أيضا محتاجين إلى هذا النوع من التصوير وهذا النوع من التحمل. وأنت تصنع رجال بهذا الشكل، تصنع الرجال. في جزئية فقط نحن ننبه إليها يا شيخنا، موضوع إلف النعم. شوف سبحان الله لما قوم سبأ، قبيلة سبأ لما ألفت النعم، والله ألف النعم، تدخل المرأة سبحان الله في الحديقة زادوا سوءا ومعه ألف النعم، لا أسأل وتمتلئ من الفواكه ما لذ وطاب. الله. انظر إلى بني إسرائيل اللي كانوا ما شاء الله مع موسى عليه السلام يأكلون المن والسلوى، والله قالوا لا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا قبل ذلك. شيخ حسن نحتاج درس، يعني نعم. يعني جميعا نحتاج درس حول معنى الترف وخطورته. نعم مهم جدا جدا جدا. نختم بالشيخ محمد عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تعليقكم. لا شك أن الذي يستشعر نعم الله جل وعلا، ولا شك أنه سيستشعر نعم أو ما يسدي إليه الناس من فعل جميل، وشكره لهؤلاء هو نابع من شكر الله جل وعلا مما لا شك فيه، لأنه يدرك أن الله جل وعلا هو الذي امتن عليه بأن بعث له هذا الإنسان، ويعني فعل معه فعلا جميلا. فبالتالي شكرك لهذا الإنسان هو في حقيقته هو شكر لله جل وعلا. ومن كان يشكر للناس لا شك أنه سيكون شاكرا لله جل وعلا. أنا أريد أن أعود قليلا إلى الكلمة التي قالها الشيخ في المرأة التي قد تؤدي بزوجها إلى يعني ما لا يحمد عقباه. يعني قرأت قصة قبل أيام، هذه قصة قديمة في العراق. رجل تاجر عنده مواشي وعنده بقر وعنده جمال، يعني انقطع به السبيل ودخل بغداد بنعمه هذه وتاجر. نعم. فمر على أهل بيت فطرق عليهم الباب. نعم. ففتح له رب البيت فقال له أنا ضيف. وهناك معروف إذا قال أنا ضيف يعني أنك ستستضيفه، يتعشى معك ويبيت، وفي الصباح سيغادر. دخل عندهم وأعدوا له الطعام وأكلوا، وهذا الرجل وزوجته عندهم ابن، فقالوا له أنت الآن ستبيت عندنا وفي هذه الحجرة مع ابننا هذا. فدخل فإذا الابن سيكون في اليمين، وهذا الرجل سينام في الفراش الذي على اليسار. جميل.
ثم عاد الرجل وأحضر له ماء ثم دخل عند زوجه. قالت له: أيها الرجل، هذا الرجل لا أحد يعرفه، إذا قتلناه وتخلصنا منه نحن فقراء بحاجة. فلا زالت به حتى اقتنع بكلامها. نعم. لا إله. فحينما خلص تأكد أن الجميع نائم، دخل بخنجره، دخل إلى الحجرة. الآن الضيف في اليسار والابن في اليمين. دخل عند الضيف فكتمه بقماش وذبحه ثم أجهز عليه بالزيادة، ثم سحبه خلسة وأخرجه إلى فناء الدار. ثم بدأ يتفقد، فتح فإذا كانت المفاجأة العظمى، الذي قتل هو ابنه. كيف حصل؟ أيوة. ثم أغمي على الرجل والمرأة، خلاص فقدوا وعيهم. مصيبة عظيمة. ما الذي حدث؟ هذا الرجل لما دخل للنوم، ابن هذا الرجل زحف إليه وذهب إليه يستأنس به، يعني بدأوا يتكلمون وكذا فهذا الابن غلبه النوم أثناء الكلام. فالضيف ماذا فعل؟ مال به في نفس الفراش وذهب إلى فراش الولد. شوف المكر. انظر المصيبة العظيمة. ومكرنا مكرا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بالمقابل سأنقلك إلى مشهد رأيته اليوم، والله مشهد عجيب يا جماعة. امرأة مصرية كبيرة، زوجها معاق تماما، يعني حينما يريد أن يجالسك يعني ينبطح على بطنه ويرفع رأسه ويتكلم. والله هي التي ترفعه. جاء مذيع يعني يسوي لهم مقابلة، والله يا جماعة الكلام الذي يقولونه، يعني إذا لم ترى المنظر تشعر أن هؤلاء أغنياء وأنهم يعني في حالة من النعم، يشكرون ومبسوطين وكذا. طيب أنت يا رجل كذا، منذ متى أنت تفعلين معه هذا؟ قالت من 10 سنوات. قال لها: ما هو بالنسبة لك هذا؟ قالت: هذا عيناي التي أنظر بها الدنيا. الحمد لله نحن كويسين، الحمد لله. قال لها: طيب لو أنا أعطيتكم جائزة فلوس ماذا ستفعل بهذا المال؟ شوف، انظر إلى الإنسان الشاكر حتى لو كان على البلاء. قال: أول حاجة الميكروفون بتاع الجامع خربان، عاوز أصلحه. الله. وهذه المرأة تقول: وأنا عاوز أخذ من شوية من الفلوس دي عشان أتصدق على غيري. يا سلام، نفوس عالية. انظر يا أخي، فرق كبير يعني بين هؤلاء وبين هؤلاء. يعني هذا، يعني إذا سألتهم ما النعم التي تتقلب فيها على نظر بعض الناس، سيقول ما في شيء، الرجل معاق تماما. قال: علامة تشكر الله. الله نعم. سبحان الله. قال: أشكر الله أنا أعطاني لسان سؤول وعقل. منذ 10 دقائق ما شاء الله. لكن هذا الحديث الجميل حقيقة. سبحان الله. مشاهدينا الأكارم، انتهت الحلقة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان